الا تتحس بالفشله ولقيتي الطونسيون تاعك هو هذا قل من 90 بالنسبه للطونسيون الفوقانيه ولا قل من 60 بالنسبه للطونسيون التحتانيه، فانت تصابيتي بانخفاض ضغط الدم. واول حاجه خصك دير هي انك ما خصكش تبقى واقف، لانك يمكن لك تطيح. خصك تنعس على الظهر نتاعك وتهز من الرجلين نتاعك، وخصك تشرب كميه كافيه من الماء، ويمكن لك كاع انك تزيد الملحه في الماكله ديالك الا ما كانش عندك مشكل القلب ولا مشكل الكلي. من بعد تتمشي عند الطبيب ديالك باش يحدد لك السبب نتاع انخفاض ضغط الدم ويعطيك العلاج المناسب. فمثلا الا لقى انك نشفتي من الماء يطلب منك انك تشرب كميه كافيه من الماء، حوالي 3 يطرد الماء في النهار. اما الا لقى انك فقدتي السوائل بزاف لانك تقيتي ولا عندك الاسهال، خصنا نعالجوا السبب، مثلا التسمم الغذائي، وخصنا نعوضوا السوائل اللي تفقدات. والا كنتي مريض بالقلب خصك تمشي عند طبيب القلب نتاعك باش يعطيك العلاج المناسب. والا كنتي تاخذ واحد الدواء اللي تنقص من الطونسيون فخصك تمشي عند الطبيب اللي كتبوا لك باش اما ينقصوا ولا يبدلوا الا كان ماشي اساسي. اما الا كنتي تتعاني من واحد النزيف فخصنا نحبسوا هذا النزيف ونعالجوا السبب ديالو. والا كان عندك انخفاض ضغط الدم الموضعي وكنتي ناعس على ظهرك وبغيتي توقف بلا ما تجيك الدوخه، تتجلس واحد شويه حتى تحس براسك مزيان، تتوقف واحد شويه حتى تحس براسك مزيان، ومن بعد عاد يمكن لك تمشى.